28 سنة ولم أتزوج إلى الآن، حاسة إني راح أنفجر من كتر ضغط العيلة والمجتمع، وكل الظروف مهيئة للغلط. طول عمري عايشة مفتقدة حنان الأب، بحاول ما أدخلش في علاقة بس بضعف وبعدين أندم، حاسة إني في دوامة من التفكير والضعف، مش عايز أغلط طول عمري، محافظة على حالي وبحاول أبعد عن الخطأ، تعبانة قوي. الحب والبحث عن الحب ده شيء جميل ومشروع جدا جدا، وأي حد قلبه ممتلئ بالمشاعر وباللطف وبالكرم بيبقى المشاعر ملياه، تحس انه عايز كأن كده في كوبايه امتلأت وهتدلدق، كانه عايز يشارك هذه المشاعر مع حد. وبالتالي البحث عن شريك والبحث عن قصة حب ده مطلوب شريف جدا جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى وضعه في إطار حلال اسمه الزواج. والزواج رزق من ربنا له توقيت، وأي بنت علشان تسعى للزواج بيبقى سعيها للزواج محدود، مش زي الرجالة. محدود بانك تدعي، محدود بانك انت تهتمي مثلا بصحتك، تهتمي بلبسك وشكلك، تهتمي ب اشتغلي على اخلاقك وعلى تفكيرك. الشيء الطبيعي اللي الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها. فانت بتشتغلي على الاسباب اللي الرجاله بتدور فيها على الستات، زي ما بنقول للراجل اشتغل على صحتك وعلى شكلك، واشتغل على لقمه عيشك وعلى شغلك وعلى اخلاقك وعلى تفكيرك وعلى رحمتك وحنيتك. ده اللي نقدر نعمله، ثم ندعو. ولغايه وقتها احنا ربنا بيقول في القرآن وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا، مش دي الآية اللي عايز أقولها، عايز أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف وأن تستعفه، هتيجي الآية، في آية أنا عايز أقولها وأنا بتكلم هتيجي إن شاء الله، بس خلينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن يستعفف يعفه الله. أي واحد يدور على العفاف ويدور على البعد عن المعاصي ربنا يعجل له هذه العفة. وقال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين كتب الله أو وعد الله بعونهم، قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم، قال الناكح يريد العفاف. يعني اللي بيدور على الزواج حتى يدخل في علاقة حب حلال. ومن هنا يعني وصيتي لحضرتك، ركزي في شغلك قوي لو بتشتغلي، بنصحك تلعبي رياضة. الرياضة بتاخد من الإنسان جزء من الجهد وجزء من التفكير. بقترح على حضرتك تلتحقي بدرس قرآن أو مجلس لطلب العلم. وشغل الحياة بيخلي الإنسان ده يساعده على الصبر لغاية ما الرزق يتبعت لك. فربنا يكرم حضرتك يا رب.